يلا بينا نشوف عملنا الكشري الجامد ده ازاي. هنا الحمص سلقته، كان منقوع قبلها بليله. ابدا اقطع البصل طرنشات رفيعه، زيت سخن. البصل هنا بضيف له معلقه ملح ونص معلقه سكر، وهنا ضفت الميه السليق معلقه زيت ومعلقه ملح برضو صغيره، كل دي معلقه صغيره، معلقه الشاي. البصل هنا بقى بياخد معانا اللون الذهبي الجميل ده. ابدا بقى اصفيه، وصفيت المكرونه شطفتها، ضفت لها كمون فلفل اسمر. بعد كده ابدا اعمل الرز ده، عدس منقوع بقاله ليله. انزل اشوحه هو والرز مع بعض، واضيف لهم كمون وملح. ابدا بقى ازوده، بعد كده اضيف له عدس اصفر بعد ما يتشرب خالص، بيديله طعم حلو قوي. وهنا بقى توم وكزبره وصلصه وخل. عملنا هنا الصلصه بتاعتنا، بعد كده الدقه. وده شكل الرز والصلصه، ودي الشطه، الزيت، شويه زيت على حبه صلصه. وده كان شكل الكشري بتاعنا الجميل. الطريقه بقى بالتفصيل هتلاقوا، يدخلوا على قناتنا مطبخ الفيروز. والسلام عليكم.